لازم تكون عارف وتكوني عارفة ان كل المشاعر بتخلص. مشاعر الخوف، الحزن، الشغف، الحب. مشاعر الحب ممكن تخلص. هتقولي لي يعني انا ممكن يكون جوزي او حبيبي يجي عليه وقت ما يحبنيش؟ ينفع يجي وقت ما يحبكيش، بس الخبر السعيد ان كل الحاجات دي زي ما بتخلص ينفع تتجدد. زي ما الحزن ما بيخلص وينفع يتجدد لأي موقف، النشاط ما بيخلص وينفع يتجدد لأي موقف، الحب كمان بيخلص وينفع يتجدد بين الزوجين والأحباب والمخطوبين وكل الناس والأصحاب طبعا. طيب احنا لما يخلص هنعمل ايه؟ احنا كده لبسنا؟ لا، هنفترض ان هي دايرة وبتلف وترجع تاني، او خط وبيخلص وبعد كده هيلف ويرجع تاني. مسافة ما يلف ويرجع تاني احنا بنبقى فين؟ احنا بنبقى في منطقة الاحترام. يعني لو احنا في بيننا وبين بعض احترام، لو الحب خلص على بال ما يتجدد تاني مش هنحس بأي مشاكل ومش هنتعب ومش هنزعل. ليه؟ لأن في منطقة احترام بتحمي العلاقة، فينفع على بال ما الحب يخلص ويتجدد تاني الاحترام يصون العلاقة، ونبقى عايشين بمنتهى السعادة من غير ما نحس بالمشاكل طبعا. ففكرة ان الحب يخلص طبعا وارد وشيء صحي كمان علشان يتجدد بشكل اقوى. بس ايه الاهم؟ الاهم ان احنا يكون في بيننا وبين بعض احترام. في احترام هنتبسط. ولو سألتيني ايه اللي اهم من الحب اقولك الاحترام. العلاقة المبنية على الاحترام ينفع تتحلى بالحب، اما الحب لو ما فيش احترام هيبقى فيه بهدلة. واكيد في ناس شايفاني وسمعاني جربت الحكاية دي. هذه رسالة موجهة